النظام الرئاسي اللي هو بيتعين رئيس جمهورية قبل البرلمان على حسب معلوماتي تقريبا يعني. بتخلي الرئيس متحكم في كل حاجة، لأن هو طبعا الرئاسة هي ما فيش دولة من غير رئيس. اللي هو زي الرئيس حسني مبارك الله يرحمه. نظام الرئاسي يعني يكون في رئيس، ان هو المفروض اللي بيمسك بقى واحد من كان في الجيش قبل كده هو اللي يعرف يمشي البلد، لكن واحد برلماني ما اظنش تبقى كويسه. اللي هو المتحكم في البلد او الامر الناهي هو رئيس الجمهوريه، وهو ليه التحكم في البرلمان وفي الوزارات. ما عارفينش في حاجة النظام الرئاسي، احنا بصامر الله على وش الدنيا لينا 30 سنة بنقدم في كل شغلانة ما فيش أي حاجة قبلنا. يعني إيه نظام حكم؟ نظام الحكم ده يعني من الآخر كده مين البرنس؟ يعني مين اللي بإيده القرارات المصيرية زي قرار الحرب مثلا؟ رأيه هو اللي بيمشي في الآخر في القضايا اللي بيبقى عليها خلاف كبير زي إرسال قوات لبلد أجنبي. نجاحه في اختيار الحكومة بيأثر على البلد كلها، وفشله كمان. سن القوانين الجديدة وإلغاء القديمة عند الحاجة. عندنا 3 أنظمة للحكم: رئاسي، برلماني، ومختلط أو شبه رئاسي. وإحنا كقبيلة بنحب نقول عليه برلماسي. في الحلقة دي هنبتدي بالحكم الرئاسي، اللي طبعا البرنس فيه هو الرئيس، لأن بإيده اتخاذ قرارات الدولة المصيرية، وكمان بيختار الوزراء والمحافظين بتوعه، وزير محافظ، وبإيده كل اللي بيجرى في البلد زنجة. الحاجة الوحيدة اللي بتقف قصاده هي البرلمان، لأن الرئيس في النظام ده أعلى حاجة في السلطة التنفيذية، ومجلس الشعب ده سلطة تشريعية. والنظام الرئاسي بيؤمن جدا بمبدأ فصل السلطات رغم الصلاحيات الكتيرة للرئيس. طب مجلس الشعب ده يقدر يختار وزراء؟ لا، الرئيس هو اللي بيختاره. ده كمان ما ينفعش يختارهم من أعضاء البرلمان، عشان لو عملوا أي حاجة غلط يبقوا في وشه وهو اللي بيحاسبهم. أمال إيه لازمة البرلمان؟ لازمته إنه سلطة تشريعية رقابية بينتخبها الشعب علشان تحط قوانين أو تشيلها أو تعدلها حسب مصلحة البلد. ولو الرئيس اعترض على قانون وأغلبية أعضاء البرلمان بنسبة بتحددها كل بلد وافقوا عليه، يبقى رأيهم اللي يمشي. يعني من الآخر كده، لا الرئيس يقدر يحل مجلس الشعب، ولا مجلس الشعب يقدر يعزل الرئيس أو يحل حكومته إلا في حالة الخيانة العظمى. وده بيخلي فيه نوع من الاستقرار وتوزيع السلطات، ومش كل يوم يبقى فيه حكومة وبرلمان جداد. وأكبر مثال على النظام الرئاسي في العالم هي أمريكا، اللي بتدي رئيسها صلاحيات واسعة جدا طالما الشعب اختاره، حتى لو كان الاختيار ده غلط جدا. والنظام البرلماني، ولا أقولك هنخلي بقى النظام البرلماني الحلقة الجاية.